تخيل طفل يتكلم وهو لسه في المهد ويقول للناس إنه نبي من عند ربنا. وتخيل إن الطفل ده يكبر ويشفي المرضى ويحيي الموتى بإذن الله، لكن في نفس الوقت ناس كتير تكذبه وتحاول تقتله. القصة دي مش خيال، دي قصة نبي الله عيسى عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان نكمل سلسلة قصص الأنبياء. النهاردة هنحكي واحدة من أعظم وأعجب القصص، قصة نبي الله عيسى عليه السلام. هنشوف إزاي كانت ولادته معجزة، وإزاي يتكلم وهو طفل، وإزاي ربنا أيده بمعجزات عظيمة، وإيه اللي حصل مع الناس اللي كذبوه، وهل فعلا تم صلبه ولا حصل حاجة تانية. يلا بينا نبدأ القصة. من زمان جدا كان في امرأة صالحة اسمها حنة، كانت نفسها في طفل تربيه على طاعة ربنا ويكون خادم للدين. وفي يوم رفعت ايديها للسماء وقالت: يا رب، لو رزقتني بطفل هخليه لعبادتك فقط. وربنا استجاب دعائها، لكن لما ولدت اتفاجأت إنها بنت. سمتها مريم، وكانت بنت طاهرة نقية مختلفة عن أي حد تاني. كبرت مريم وكانت بتعبد ربنا طول الوقت، لدرجة إن ربنا كرمها وخلى لها رزق يجيلها بدون سبب. في يوم جال مريم ملك في صورة إنسان، خافت جدا، لكن قال لها: أنا رسول من ربك لأهب لك غلاما زكيا. مريم اتصدمت، قالت: إزاي وأنا لم يمسسني بشر؟ قال لها: كذلك قال ربك، هو علي هين. بقدرة ربنا حملت مريم بدون زوج، بدون أب. كانت معجزة عظيمة، لكن في نفس الوقت اختبار صعب جدا. خافت من كلام الناس وانعزلت بعيد. لما جه وقت الولادة كانت لوحدها تحت نخلة. التعب كان شديد لدرجة إنها قالت: يا ليتني مت قبل هذا. لكن ربنا طمنها، قال لها: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ونزل لها مية ورطب ورحمة من ربنا. رجعت مريم لقومها وشايل الطفل. الناس اتصدمت، قالوا: إزاي؟ ده شيء عظيم. مريم ما ردتش، بس أشارت للطفل. قالوا باستغراب: نكلم طفل في المهد؟ وفجأة الطفل اتكلم وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. كبر عيسى عليه السلام وبدأ يدعو الناس لعبادة الله وحده، وكان بيقول: اعبدوا الله ربي وربكم. لكن زي كل الأنبياء واجه تكذيب ومعارضة. ربنا أيد عيسى بمعجزات عظيمة جدا، كان يشفي المرضى، يبرأ الأعمى، يحيي الموتى بإذن الله، يصنع طيرا من الطين فيكون طائرا حي. لكن رغم كل ده ناس كتير كذبوه. كان في ناس أمنت بيه اسمهم الحواريون، قالوا له: إحنا أنصار الله، ووقفوا معاه رغم الخطر. لكن أعداؤه بدأوا يخططوا لقتله. اتفقوا إنهم يقبضوا عليه ويصلبوه، لكن ربنا كان له تدبير تاني. في اللحظة الحاسمة ربنا رفع عيسى إليه وأنقذه من القتل. واللي حصل إن شخص تاني شبه لهم وظنوا إنهم قتلوه، لكن الحقيقة إن عيسى عليه السلام لم يقتل. قصة عيسى عليه السلام مش انتهت، لأن من عقيدة المسلمين إنه هيعود في آخر الزمان ليحقق العدل وينصر الحق. العبرة من القصة: ربنا قادر على كل شيء. المعجزات لا تكفي لو القلب مغلق. الصبر على الدعوة طريق الأنبياء. الحق دايم محفوظ. نهاية القصة دي كانت قصة نبي الله عيسى عليه السلام،
قصة مليانة معجزات، إيمان وصبر، بتفكرنا دايما إن ربنا فوق كل شيء، وإن الحق مهما طال الزمن هيظهر. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصة نبي الله عيسى عليه السلام، قصة مليانة معجزات وإيمان وصبر، بتعلمنا إن ربنا قادر على كل شيء، وإن الحق دايما بيظهر حتى لو بعد وقت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم باقي سلسلة قصص الأنبياء، واكتبولي في الكومنتات عايزين القصة الجاية عن مين، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.